السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكاية دوتشي الجزء الاول. فاتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبلاش اطول عليكم، ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ قصتنا في مدينة شيشيان، والتي يحكمها ملك الوحوش الشيطانية. وبعدها بننتقل لمكان ملك الوحوش، واللي بنعرف انه هيتجوز من بشرية، وده اللي عمل معاهدة سلام بين البشر والوحوش الشيطانية. وبعدها بننتقل إلى مأدبة زفاف، وقتها بيتكلم اتنين من البشر عن فخامة المأدبة، مع إنهم عايشين في أوقات صعبة جدا. وهو أيضا الزفاف الأول في العالم بين وحش شيطاني وبشرية، بما إنه رمز للسلام. بيقول له التاني إنه الزواج بين الحاكم وأكبر مجموعة مالية في شيشيان، مجموعة يوناي المالية في النهاية. وقتها بيعدي من جنبهم طفل متسول، واللي بيبدأ الاتنين في السخرية من شكله. وهنا بيطلب الطفل من الخادمة إنها تعطيه قطعة من فطيرة التوت، وده لأن اليوم هو عيد ميلاد أخته. ولكنهم بينظروا له بكل استحقار، وبيرفضوا إعطائه أي شيء. وهنا بيظهر ظل ضخم من خلف الطفل، وبيترعب جدا. وبنعرف إنه وحش شيطاني. وبيقول لهم الوحش: أكلتم إنه لم يتبقى أي قطعة من فطيرة التوت؟ بتترعب الخادمة جدا، وبتقول له: سيدي الوحش العظيم، في الواقع لدينا. بيقول لها الوحش: إذا هتكون هذه هي تحلية ما قبل العشاء. وهنا بيمسك الطفل وبيلتهمه. وهنا بتظهر أخت هذا الطفل، واللي بتبدأ في ضرب هذا الوحش بالصخور، وبتقول له: رجع لي أخي الكبير. وهنا الوحش بيقرب من الفتاة خطوة بخطوة، وعلى تعبيره السعادة، والبشر اللي حواليها بيهربوا بسرعة. وهنا بيقرب منها الوحش، وبيقول لها إن أخوها كان لذيذ جدا، وأكيد هتكون وجبة لذيذة أيضا. والطفلة حزينة جدا، وفي نفس الوقت خايفة جدا. وبعدها بننتقل لمكان ملك الشياطين. وقتها بيقول له الرئيس جين إن بفضل قيادته الاتفاق فقد هدأت الحرب بين البشر والوحوش الشيطانية، وعمت السلام في مدينة شيشيان. ومجموعة جين هتقدم لكم الدعم اللازم لإعمار المدينة. بيقول له ملك الشياطين إنه قدم دعم هائل لجيش الوحوش، وأكيد أنا مش ناسي ده. وهعطيك منصب رئيس بنك المدينة للتداول، وأيضا مدير العلاقات التجارية. أيرضيك ذلك؟ وهنا بيشكره الرئيس جين. وقتها بيتكلم اتنين، وبيقول إن حصوله على هذين المنصبين أمر مثير للغيرة. ولكن بيقول له التاني إن هذا شيء لا يذكر، وإن هم أقل بكثير مما تمتلكه مجموعة يوناي. ذلك الثعلب العجوز جين بدأ في الانخراط مع الوحوش الشيطانية مبكرا، وحصل تقريبا على نص الأعمال في مدينة شيشيان. ولكن انظر إلى العروس والفرق بينها وبين الحاكم، ودول هيعيشوا ازاي مع بعض؟ وأكيد هيموت واحد منهم. وهنا بتنهض العروس وبتقول للجميع: وصل كل الضيوف المقدرين، وكل شيء يسير حسب الخطة. أيها الصيادين، سدوا كل المخارج، ولا تسمحوا لأي شخص بالخروج، ولا تفزعوا من فضلكم. وقادة المقاومة يختبئون حاليا بينكم، وستنتهي عملية اعتقالهم قريبا. ولكن بيعترض الضيوف على هذا الأمر، وكده بيتعرضين للخطر. ولكن بيطمنهم الصيادين، وكل شيء ماشي حسب خطة الآنسة يوان، واللي بيكون قصده صديقي على العروسة، وهنتأكد من سلامتكم جميعا. وفجأة بيحصل انفجار ضخم، وبيظهر أمطار من الدماء تسقط على الضيوف. وهنا بيقول لهم شخص: أنا هنا مخصوصا لألقي التحية عليكم جميعا، ولكن شكلي جيت في وقت غير مناسب. وده يا صديقي هو بطلنا، واسمه زوتشي. وهنا بيترعب الجميع وبيهربوا بسرعة. وهنا الأنسة يوان بتقول لبطلنا إنه مطلوب للعدالة من المستوى A، وكنت مشغولة بإمساك المتمردين، ولكني لم أتوقع قدومك لهنا. ولكن توقيتك رائع لنجعلك الهدية الأولى لزوجي. ودعني أخبرك بخبر تاني: وأكيد الصيادين اللي بعتهم زمانهم وصلوا للمدرسة اللي انت فيها، وهي مدرسة الفنون القتالية. وكانت الخطة الأصلية هي استخدام المدرسة كطعم لإخراجك. ولكن بما إنك هنا فأكيد إن رفاقك ماتوا بالفعل. بس بيقول لها زوتشي: لو كنت أنا من دربهم فيجب أن يتمكنوا من القضاء على الفشل اللي بعتيهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فده معناه إنهم فشل أيضا، وعلى الفشل الموت. بتقول له يوان: لا يعجبني الرجال الذين يتظاهرون بالقوة، لأن ده معناه إنهم ليسوا جيدين لهذه الدرجة. وهنا بيظهر مجموعة من الصيادين،
وبتأمرهم يوان بالقضاء عليه واعتقاله. وهنا جميع الصيادين بيهجموا على بطلنا في آن واحد، ولكن بطلنا بيخلص عليهم بهجوم واحد فقط، وهو بيقول: يا للأسف، ماتوا بسرعة قبل معرفة قوتهم حتى. والآنسة يوان في صدمة من اللي هي شايفاه، وإزاي قدر يقتل صياد من الرتبة إس وتلاتة من الرتبة إيه بهذه السرعة. وهنا بيقرب منها بسرعة خاطفة، ويوان مصدومة، وإزاي أصبح قريبا مني لهذه الدرجة. سأموت، لن أستسلم، لقد عملت بجد شديد. ولكنه بيقول لها: ابتعدي عن الطريق، وأنا لا أقاتل النساء. وهنا بتقول يوان مع نفسها: ألا يقتل النساء؟ يا لغبائه، استنى فقط، سأجعلك تندم على هذا بالتأكيد. وهنا بيهجم عليها بطلنا وبيخلص عليها، وبيقول لها: زوتشي، افتكرت فجأة إنك متجوزة وحشا شيطانيا، لذلك لا يمكن اعتبارك من النساء الآن. لا، بل عليها القول لست بشرية حتى. وهنا بيظهر ملك الوحوش وبيقول له: أنت مضحك جدا، وما عندكش أي قوة سحرية حتى، ولست صيادا، ولكنك تمتلك هذه القوة. وهنا بيقول له زوتشي: تذكر هذه الفنون القتالية. وبيهجم عليه بسرعة خاطفة، ولكن ملك الوحوش بيصد هجومه، وهو بيقول له: هل فنونك القتالية جيدة لهذه الدرجة؟ وغزوت أنا ورفاقي ذات مرة عالما تحترم به الفنون القتالية، وكان في بعض الرجال الأقوياء الجيدين، ولكن لسوء الحظ لم ألتقي بهم أبدا. وفكرت إن بإمكاني رؤية فنان قتالي حقيقي، ولكن في النهاية أنت سيء جدا كذلك. وهنا بيبتسم زوتشي، وهنا بيفعل جسم الوحش الشيطاني المظلم، وبيتفاجئ ملك الشياطين جدا وبيقول له: ماذا تكون بالظبط؟ وهنا بيهجم عليه زوتشي بسرعة خاطفة، وبيسقطه أرضا بهجوم واحد فقط. وبيقول له ملك الشياطين: أنت لست بشريا، أي نوع من الوحوش تكون؟ بيقول له زوتشي: كيف أمكنكم فهم المعنى الحقيقي للفنون القتالية أيها القاذرون الذين يتغذون على الحياة البشرية؟ الخلود هو قمة الفنون القتالية، وجمعت عناصر اللي تشيل خمسة جميعها، وضغطت الدواء العظيم، وتجاوزت حدود البشرية، وأصبحت خالدا حقيقيا. وتعالوا بينا يا إخواتي نرجع للماضي حبتين، إلى دائرة عالم فنون القتال. وقتها بنلاقي اتنين من المقاتلين محاصرين من جيش كامل من الوحوش، ولكنهم بيقاوموا هذا الحصار ومستمرين في قتالهم حتى النهاية. وهنا بيظهر وحش عملاق وبيخلص على واحد منهم، وهنا بيقول قائد الطائفة: شكلها نهايتنا. وهنا بيهجم الوحش العملاق عليه، ولكن فجأة بيظهر شعاع من الضوء وبيخلص على الوحش العملاق. وهنا بيقول لهم شخص: انتم لسه عايشين. بيقول له قائد الطائفة: الكف قاسم السماء زوتشي، لقد أصبحت أقوى مرة أخرى، وانت وصلت في الوقت المناسب، ودلوقتي أكيد يمكننا الهروب من تلك الوحوش. ولكن بيقول له زوتشي: انت عايزني أهرب؟ انت بتهزر، أنا هنا لأقتل الخائن. بيقول له القائد: انت عايز تقتل أعظم معلم في العالم بينما انت محاصر بالوحوش؟ وده هو تشين يوان، قائد طائفة السيف السماوي. ولكن بيقول له زوتشي: أنا ذاهب أيها العجوز. وهنا بينطلق زوتشي على الوحوش بقلب جامد، وبيقطع فيهم واحد ورا التاني. وقتها بنلاقي مقاتل على وشك الموت، وهو بيقول: لماذا قمت بخيانتنا؟ وبنعرف إن ده هو تشين يوان. وهنا بيقول له وحش شيطاني: إن بفضله قدرنا نخلص على أفضل المقاتلين في العالم بضربة واحدة. وهنا بيظهر بطلنا وبيخلص على الوحش اللي كان ماسك المقاتل. وهنا الوحش المظلم بيقرر يقاتل زوتشي، ولكن تشين بيستعمل قوته وبيمنعه من ده، وبيقول له إن هو خصمه. بيقول له الوحش المظلم: تمام، كان ممكن تقول كده، قصدي إن وظيفتي هي حمايتك حتى انتهاء المراسم. وهنا بيقول له زوتشي: انت اتهبلت، لماذا خنتنا؟ بيقول له تشين: من أجل ذروة الفنون القتالية. بيقول له زوتشي: انت اكيد اتهبلت، وانت خنت رفاقك ولجأت للوحوش من أجل ذروة الفنون القتالية، أي نوع من المنطق هذا؟ بيقول له تشين: إنهم لم يكونوا أبدا رفاقي، ولم يتمكنوا من فهمي، وهم يسعون وراء المال والقوة والنفوذ، والفنون القتالية بالنسبة لهم مجرد أداة وليست الهدف. ولكنك مختلف يا زوتشي، وأنت تشبهني، تسعى لذروة الفنون القتال والخلود،
بيقول له زوتشي: انت بتقول انك هتكون خالد بالتعاون مع الوحوش، وهل هذا شيء جيد؟ بيقول له تشين: زوتشي، شكرا لك لمنحي احساسا بالتحدي من خلال موهبتك المرعبة في فنون القتال، وده حسنا على تدرب بكل ما أوتيت من قوة، واليوم قوتي تجاوزت أسلاف طائفة سيف السماء، ومع ذلك هذه هي نهاية الفنون القتالية، وليس هناك أي شيء بعد ذلك، ولا توجد وسيلة أخرى، والخلود ليس حقيقيا، مع إني لم أتخلى عن هدفي أبدا، ولكن جسم الإنسان له حدوده، وعشان تستمر في استكشاف ذروة الفنون القتالية فأنت لازم تحول نفسك لوحش، وبعد مراسم التحول سنكون بالتأكيد قادرين على إيجاد مسارات للتطور. وهنا بيقوله الوحش المظلم: انتظر تشين، انت جد؟ وبعد التضحية بالعديد من كبار المقاتلين وعلى حساب التخلي عن هذا العالم، انت اخيرا جمعت الطاقة اللازمة لبدء مراسم التحول، وانت عايز تعطي نصها لهذا الانسان المتكبر؟ ولكن بيقول له تشين انه يستحق ذلك. بيقول له الوحش: ولكن هذا الرجل ليس مثلك، وانت من اقوى طائفة في هذا العالم، طائفة سيف السماء وخليفة طائفة سيف السماء، ولكنك قوي كفاية للقضاء على جميع المقاتلين في هذا العالم. أما زوتشي مجرد متسول في البداية، ومن خلال الانضمام إلى عصابة صغيرة وغير شعبية اكتسب فنون الدفاع عن النفس والتي كانت رديئة جدا، ولكنه اعتمد على العمل بجد وأصبح سيدا في المرتبة التانية بعدك. ابتهج أيها البشري، يمكنك العيش، وأنت تستحق أن تكون واحدا منا. ولكن زوتشي بيرفض ده، وبيقول له: ما هذا الهراء؟ وأنا لن أكون وحشا، وأيضا كلامك غلط، وأنا لست في المرتبة التانية. وهنا بيهجم على تشين وهو بيقول إنه هيخلص على تشين الأول وبعدها يأتي دورك، ولكن بيقول له تشين: كلامك بلا فائدة، وبيجهز نفسه وبيخرج سيف ضوئي يعرف بالسيف السماء. وهنا الاتنين بيهجموا على بعض بهجمات ساحقة ومدمرة. وبيقول له زوتشي: تشين يوان، هي دي قوتك؟ ها، ضعيف جدا، لا عجب انك لا تستطيع ان تكون خالدا. وهنا بيهجموا على بعض بهجمات مدمرة، وهنا بيستعد الاتنين لتسديد ضرباتهم القاتلة، وهنا الاتنين بيهجموا على بعض وبيحصل إعصار ناري ضخم، وهنا بنلاقي شخص بينزف واللي بيطلع تشين يوان. وهنا بيقول له زوتشي: ها، اكتفيت الآن؟ بيقول له تشين يوان: انت محظوظ فقط، وهذه هي المرة الأولى التي تهزمني فيها، وانت سعيد دلوقتي؟ بيقول له زوتشي: انت مفكر ان ده مجرد حظ؟ اذا انا هضربك مرة واتنين وتلاتة، ومرات لا تعد ولا تحصى. ولكن بيقول له تشين يوان: يا للأسف، متأخر جدا، لقد بدأت مراسم التحول بالفعل. وهنا بتظهر هالة قوية حواليه، واللي بتكون حواليه شكل بيضاوي، وهنا البيضة بتقفز للسماء وبتستمد قوتها من أرواح المحاربين الفنون القتالية. وهنا الوحوش بتكرر كلمة التطور والخلود، وفي انتظار ولادة أول وحش بشري. وهنا تشين بيكسر البيضة وبيظهر تشين يوان بعد تحوله. وهنا بيقول وحش الظلام وهو متفاجئ: هذه القوة، يا لها من موهبة مرعبة! وقوته بالفعل تجاوزت فئة الفيلق ووصل إلى فئة القائد. بيقول له تشين يوان: زوتشي، هذه هي فرصتك الأخيرة، وهذا العام قد انتهى بالفعل. تعال معايا وسنغزو عوالم عديدة، معا سنجد طريقنا الجديد. وبيقول له زوتشي: هي دي القوة الجديدة اللي انت عايزها؟ تبدو قبيحا جدا، وخنت الطائفة مقابل هذه القوة. وهنا بيقرب منه تشين بسرعة خاطفة وبيقول له زوتشي: أيوة، هي دي القوة اللي أنا عايزها. وهنا بيهجم عليه بهجوم سيف السماء وبيخترق صدر بطلنا. وبيقول له زوتشي: أيها الوغد، هذا هجوم مباغت. بيقول له تشين: انت شفت قبل كده هجوم مباغت من الأمام؟ وهنا بيفتح وحش الظلام بوابة بعدية للهجوم على عالم تاني. وقتها بينظر بطلنا لهم وهو ملقي على الأرض وعلى وشك الموت، وبيقول مع نفسه: هي دي هي النهاية؟ يا لسخرية القدر والفشل في إكمال الفنون القتالية، والموت هنا بهذه الطريقة. تشين يوان، هقتلك حتى لو ذهبت العالم تاني. وهنا بيموت. وقتها بنسمع أصوات بتقول: العقاب السماوي للخونة، أعيدوا لنا شيشان. وبيستمروا في تكرار نفس الجملة. وهنا بيصحى شخص وبيقول: يا للإزعاج، وهل مت حقا؟
ذلك العين تشين يوان قتلني. ها، ما هذا المكان؟ إنها غرفة غريبة، أساس وديكورات فاخرة وطراز لم أره من قبل، وهذه الجثث المأساوية وملابسهم أنيقة جدا وبأنماط لم أراها قبل كده. حسنا، دعنا نخلع تلك الملابس ونبحث عن خياط ليصنع مجموعة لي لاحقا. لماذا لا أقدر على الحراك؟ كسور في العظام ونزيف داخلي وإصابات خطيرة. تبا، هذا ليس جسدي. هذا الجسد ضعيف جدا ولا يوجد حتى أثر للشي في هذا الجسد. اللعنة، وعي يختفي. لا أريد أن أموت مرة أخرى. وهنا بيظهر شخص وبيقول: زوتشي، أين أنت؟ أيمكنك سماعي؟ وقتها بيقول له الشخص التاني: لازم نغادر الآن وإلا هيفوت الأوان. ولكن بيقول له هذا الطالب: حتى لو لم نعثر على الخائن لازم نلاقي البطل وهو زوتشي، واللي بيكون ده هو اسم بطلنا في هذا العالم أيضا. وهنا بيخش الغرفة وبيتفاجئ إن الوزير ميت، وبنعرف إن هما كانوا عايزين يخطفوه لمنع توقيع معاهدة السلام بين الوحوش والبشر. ولكن بيقول مع نفسه: لا، أحسنت بقتله، والخونة مثله يستحقون الموت، وإذا كان ميتا فيمكننا إيقاف التوقيع على اتفاقية السلام بشكل مؤقت، وهذا المكان لم يعد آمنا ولازم نهرب من هنا يا زوتشي. وهنا بيتفاجئ إن زوتشي مصاب جدا، ولكنه بيطمن إنه لسه عايش. وهنا بيحمله عشان يغادروا بسرعة، وبيقول له: تماسك وهاخدك على المشفى بسرعة وانت هتكون بطلنا عند عودتنا. وهنا بيظهر شخص وبيقول له: ها، بطل من خلال أعمال الشغب والتدمير. أيها الأطفال الذين لا يقدروا إلا اللعب في المنزل وبتسموا نفسكم أبطالا، تبا لكم أيها الأوغاد، انتم مجانين. انسى أمر إثارة الفوضى في المقر الرئيسي، حتى إنكم قتلتم الوزير الخارجي. بجدية أنا مش فاهم ليه بتعملوا كده، من مظاهرات والتحريض على الاضطرابات والآن القتل. انتم جميعا طلاب من جامعة شيشان ومستقبلكم باهر. لماذا ورطتم نفسكم مع المتمردين؟ بيقوله التاني: أيها الوغد من القسم الخاص، لا تسأل وكأنك مش عارف. طبعا لمنع توقيع معاهدة السلام. بس بيقوله إن الحكومة اتأكدت من تفاصيل المعاهدة، وهذا هو السلام الذي تم تحقيقه بصعوبة بين البشر والوحوش، ولكنكم دمرتم كل حاجة. ولكن بيقول له: اصمت أيها الخائن، انت خنت رفاقك وعايز تسلم الأراضي البشرية للوحوش. يا له من هراء معاهدة السلام! أعظم أن تقتل الناس وبعدها تتكلم عن السلام؟ وهل تصدق ذلك الهراء أيضا؟ وطموح الوحوش لن تشبع أبدا. بيقول له التاني: بس على الأقل لسه عايشين. وماذا فعلت؟ تسببت في الفوضى وتدمير لإيقاف معاهدة السلام وبدء الحرب مرة أخرى. هي دي رغبتك؟ وهنا بيهجم عليه وبيمسكه من رقبته وبيقول له: انت عايز حقا ترى الموت وسفك الدماء؟ ولقد تخطيت حدودك بهذه اللعبة، واللي هيموت الآن هو انتم. وهنا بيسيبه وبيقول له ان ده هيكون سهل عليكم ولن أدعكم تموتوا بسهولة. وبعدها بننتقل لسجن مدينة شيشان. وقتها بيعتقلوا جميع الطلاب هناك، والطلاب مستمرين في نعتهم بالخونة، وبينزعج رئيس السجن من ده. وهنا بيقول لهم مدير القسم الخاص: لا تغضب، أنا هنا لتقديم هدية لك، وأليسوا طلاب حيويين ومناسبين كفئران تجارب؟ بيقول له رئيس السجن: أنت بتهزر، وهم طلاب الجامعة الأولى في منطقة شيشان. بس بيقول له التاني: أنت خايف ولا إيه؟ بيقول له: أنا خايف؟ أنت بتهزر، أنا فقط قلقان من الرأي العام وتأثيره على معاهدة السلام. بس بيقول له: ما تقلقش، وهم قتلوا وزير الخارجية والشخصيات الكبيرة غير راضية عنهم، وكمان بعد توقيع معاهدة السلام هيتم استخدامهم كفئران تجارب. بيقول له الرئيس: انت جيت على المكان الصح، وانا هحبهم كثيرا. وعندك اي شيء تاني عايزني اهتم بيه؟ بيقول له مدير القسم ان في طالب تم ارساله لزنزانة السجن وهو زوتشي، وحسب معلوماتنا فهو شخص يمارس الفنون القتالية ويتمتع بمهارات جيدة، حتى انه قتل وزير الخارجية الذي كان تحت حماية 5 حراس مسلحين، وهو خطير جدا. بيقول له رئيس السجن: خطير؟ ده أي نوع من الهزار هذا؟ وعندنا هنا صياد من الدرجة سي رئيسا للمراقبين، والفنون القتالية مجرد كمامة تم إهمالها على مر السنين. وبس كده يا صديقي، وأتمنى الحكاية تكون عجبتكم، فأتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة،
وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.